أي نقابة مهنية في الدنيا بيكون هدفها الأول والأخير مساعدة وحل مشاكل وتقديم الحلول لكل المشاكل اللي بتواجه أعضاء هذه النقابة أو هذه المهنة بشكل عام. في بعض النقابات بتكون عندها حقيقة مشكلات في الوصول لهذه الأهداف، ومنها شئنا أم أبينا نقابة الأطباء. خليني بس يعني أقول حاجة صغيرة، إنه في بعض الناس بترى إن نقابة الأطباء المفروض إن هي دي من أكتر النقابات إنه المفروض ما تشتكيش. الأطباء دول عندهم عياداتهم، والأطباء دول إحنا بنروح والفيزيتا قد كذا وبناخد وبندفع. لا، الأطباء زيهم زي أي مهنة في الدنيا عندهم مشاكل، وعشان الطبيب يقدر يشتغل، ده مش دفاع ولكن دي الحقيقة، الطبيب يقدر يشتغل لازم تزال هذه المشاكل من قدامه. ومين اللي يقدر يساعده انه المشاكل دي ما تبقاش موجوده؟ هي نقابه الاطباء اللي احنا النهارده بصدد ان احنا نتكلم عنها ونشوف مشكلاتها، وخصوصا واحده من اهم المشكلات وهي فكره ان يكون في توجه سياسي بعينه موجود جوه هذه النقابه، الا وهو من هم منتمون لجماعه الاخوان المسلمين حتى وبعد 30/6. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع كده بشكل يعني نوضح ايه المشاكل اللي موجوده، وايه فكره انه لا يزال الى الان في توجهات سياسيه داخل نقابه الاطباء. معانا وينورنا ويسعدنا يكون معانا في الاستوديو دكتور منى مينا، عضو مجلس نقابه الاطباء عن تيار الاستقلال والمتحدث الرسمي لحركه اطباء بلا حقوق والمناضله المصريه المعروفه. طبعا دكتور منى اهلا بيكي معانا. وطبعا استاذ دكتور خالد سمير، استاذ جراحه القلب واحد مؤسسي تيار الاستقلال الاطباء. اهلا وسهلا دكتور خالد. دكتوره منى، انا بدات ده لانه فعلا في ناس بتقول لا الاطباء بياخدوا كذا وبتاع، يعني ممكن مثلا اقف مع او يعني الناس تتعاطف مع كادر اخر غير الاطباء، ولكن عايزه حضرتك تقولي لي ايه اللي ممكن المشاكل فعلا تكون بتواجه الاطباء، وممكن تكون النقابه بتحاول ان هي تحلها لهم. ايه اللي دايما النقابه شاغله بالها او اجندتها مليانه منها؟ يعني الدكاترة معروفين بقصة ال5 عين، بس دي كانت قديمة، مش عارفة يعني في ناس لسه مصدقاها ولا لأ. طبعا في شريحة من الأطباء اللي هم أطباء وسط البلد والفيزيتا العالية، ويعني نجوم الطب دول عدد محدود، ربنا يسهل لهم، احنا مش بنتكلم عليهم، ولكن الغالبية العظمى من شباب الأطباء في المحافظات الريفية وفي الصعيد وفي الحقيقة في أوضاع سيئة، ولو كانوا يعني بيحصلوا على دخل معقول فبيبقى بشغل يصل ل 12 و15 و18 ساعة في اليوم. يبقى هو عنده عمله الحكومي اللي هو بياخد فيه أجر ضعيف جدا، بيخرج منه بقى على عيادته، على مستشفى خاص بياخد فيها نبطشية، بياخد فيها ساعتين في عيادة، يعني بيفضل يلف بين كذا مكان في العمل. ودي مش حياة، يعني ده مش لا هو كمان ازاي يعالجني؟ مقبول. هو ممكن يبقى، هل هو يبقى كفء يعني كفايه ان هو يعالج المريض؟ بالظبط، بيشتغل يعني هو بيشوف عيان وهو بقاله مثلا 12 ساعة او 16 ساعة ما نامش وما ارتاحش يعني طريقة غير عملية اطلاقا. الدراسات العليا فيها مشاكل، مش بس الاجور، يعني مشاكل الاجور دي يمكن كل الناس عارفة ان احنا بنتكلم فيها بقالنا فترة. الدراسات العليا فيها مشاكل طاحنة. عموما كده نقدر نقول ان في دراسات عليا متاحة لحوالي تلت الأطباء المتخرجين، يعني تلت الاحتياج متوفر. فالتوسع في الدراسات العليا وتحسين مستواها في نفس الوقت، اني اتوسع دون ان ينحدر المستوى، دي حاجة مهمة وصعبة. المعاش في مشاكل، علاج الأطباء في مشاكل. وعلاج الأطباء حاجة مهمة جدا، احنا عارفين انتشار الالتهاب الكبدي فيهم، لأنه ده أحد مخاطر المهنة، أحد أمراض المهنة من أي شك. بالظبط. فيعني عندنا مشاكل عديدة، دي يمكن رؤوسها عندنا مشاكل شديدة في يعني مثلا النائية. الطبيب ممكن ياخد ايه بدل علاج أو بدل عدوى؟ ياخد كام؟ واحنا كنا بناخد مبلغ يتراوح بين 19 ل 27 27 ايه؟ جنيه في الشهر، مش في اليوم ولا حاجة. 27 جنيه في الشهر؟ ايوه، بدل 27 ده الاقصى يعني، وهو واحد استشاري يعني، هو خلاص هيطلع على المعاش. وبعدين في المشروع المقترح لزيادات الاجور في كلام على زيادته ل 60. فالحقيقه يعني حضرتك بتضحكي. لا انا بضحك لانه الاطباء، وزي ما حضرتك اتكلمتي على موضوع كمان فيروس سي وكذا، انه فعلا في نسبه كبيره جدا تعرض عالي جدا للعدوى. يعني
كل المشاكل دي محتاجه نقابه قويه تمشي وراها، محتاجه نقابه مهنيه ومركزه في مشاكلها. حال المستشفيات من ضمن يعني انتشار العدوى ليه علاقه بحال المستشفيات، ليه علاقه بمكافحه العدوى في المستشفيات. يعني ميزانيه الصحه مين اللي هيجري ورا ده كله؟ طيب دكتور خالد، ايه المشكله ان يكون في النقابه عدد اكبر من المنتمين للاخوان المسلمين؟ ليه في مشكله، وليه النقابه يعني فيها تذمر من هذا الامر؟ واحنا شايفين انه المفروض انه الكفاءه هي اللي بتحكم، مالهاش دعوه بالميول السياسيه ايا كانت. أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده طبعا ليه تعليق بسيط بالأرقام. عدد العيادات المسجلة في نقابة الأطباء أقل من 20% من عدد الأطباء المسجلين. يعني مش كل الأطباء عندهم عيادات. طبعا. طبعا العيادات الناجحة أقل كثيرا من العيادات اللي موجودة. 30% من الأطباء اللي بيشتغلوا في عيادات بيشتغلوا بأجر من 5 جنيه ل 15 جنيه. واخده بال حضرتك؟ عيادات مشتركه مستوصف. عندنا تخصصات يعني ملهاش عيادات زي التخدير، زي الطوارئ، زي الرعايه المركزه الى اخره. التخصصات دي ما ينفعش تفتح عيادات من اصله. فلازم الساده المشاهدين عشان يفهموا وضع الأطباء. ردا على سؤال او على اتهام انه الاطباء يعني اخر بقى مشاكلهم دلوقتي، يعني ان 80% من الاطباء المسجلين ما عندهمش عيادات خالص، وان اكتر من نص حتى الاطباء اللي بيشتركوا في عيادات اجورهم قليله جدا جدا. نيجي بالنسبه لموضوع ايه مشكله ان يكون اخوان او غير اخوان في النقابه؟ المشكله يعني مش موضوع اخوان بس، اي تيار سياسي يسيطر على نقابه من النقابات اكيد ساعات بتتضارب المصالح ما بين المصالح السياسيه لهذا التيار والمصالح المهنيه لاعضاء النقابه. وكان الامور دي واضحه في العامين الماضيين لما كان التيار المسيطر على النقابه باغلبيه كاسحه لمده 22-23 سنه الحكومه من نفس التيار السياسي ده. فهو طبعا لما الاطباء بيحاولوا ان هم يطالبوا بحقوقهم زي ما حصل اضراب السنه اللي فاتت، اضراب الاطباء المشهور يعني قعد 3 شهور، كان النقابه بدل ما هي بتنظم الاضراب كانت ضد الاطباء. صحيح. لان هي كانت بتخفف الحمل عن الحكومه اللي موجوده. بس هم بقى لهم 22 سنه في النقابه. يعني الموضوع ملوش علاقه بالفتره الاخيره لحكم الاخوان المسلمين، هم اصلا موجودين بالفعل في النقابه. خلينا نفرق بين فترتين عشان نكون موضوعيين. في فتره من 92 لغايه 2011 الفتره دي ما كانش في انتخابات في النقابه، وكانت الاخوان كسبوا الانتخابات بتاعه 92 فكانوا موجودين بحكم ان ما فيش انتخابات. وكان في مشاكل مع يعني الحكومه في تلك الفتره بين النقابات بصفه عامه، لكن بشكل ما كانت نقابه الاطباء الوحيده اللي استمرت دون حراسه او مشاكل نظرا لوضع خاص جدا. الحقيقه يرجع الفضل فيه يعني الى الدكتور حمدي السيد اللي هو كان نقيب الاطباء، كان رئيس لجنه الصحه وكان ينتمي الى الحزب الوطني، وكان مجلس النقابه بينتمي الى الاخوان. فكان في شكل من تبادل المصالح داخل النقابه ادى الى ان الاخوان كلهم كانوا بيطاردوا، لكن كان في وضع خاص للمجموعه بتاعه. كانت الفتره دي الاطباء واخدين حقهم الى حد ما، ولا النقابه برضه ما كانتش في ال 23 سنه الاخيره؟ نبص لوضع الاطباء الان. وضع الاطباء الان اللي هو اسوأ وضع تعرض اليه الاطباء في تاريخهم هو نتيجه لانصراف النقابه بصفه عامه عن اللي حضرتك قلتيه في الاول، واجبها الاساسي وهو رعايه حقوق الاطباء مع اعضاء النقابه ورعايه المهنه. يعني ايه اللي بيعملوه دلوقتي؟ يعني بيقدموا خدمات اجتماعيه، بيقدموا خدمات للتعليم زي مركز للمحاضرات، زي مركز للتدريب. ده مش وظيفه. طب انا هسال سؤال بطريقه اوضح ويعني في بصراحه اكتر. هل ممكن يكون من خلال يستخدموا عربيات النقابه او يعني ادواتها او كذا للاعلان عن الحزب بتاعهم؟ مثلا لما كنا بنسمع دايما فتره الانتخابات اللي هم اللي بيسموه زي المعمل المتنقل، يعني القوافل الطبيه، هل ممكن تكون دي نوع من استغلال يعني، ولا هما دي حاجات مجهودات شخصيه عشان بس نعرف؟ خليني ارجع شويه حضرتك. يعني انا هتكلم على القوافل الطبيه. القوافل الطبيه بتبقى من الوزاره مش من النقابه، بس معمول عليها يعني القوافل الطبيه كانت بتستخدم ايام الحزب الوطني للدعايه في الانتخابات الحزب الوطني، وايام السنه بتاعه الحريه والعداله استخدمت للدعايه للحريه والعداله. والقوافل الطبيه بعيدا عن الاستخدام السياسي هي في رايي اهدار وفساد مطلق،
وعندنا ادله على كده واتكلمنا فيه كتير وما اتعدلش لحد دلوقتي. بنتكلم فيه حوالي 7-8 سنين. ما هي نوع من الدعايه بقى لو احنا لا افترضنا مش ما ده بس عشان سؤال. دعايه، علشان القافله بتروح تعسكر قدام مستشفى او جنب مستشفى وتاخد الادويه بتاعتها من المديريه وبتتكلف 250,000 جنيه والمستشفى ما فيهاش ادويه. طب فلوس القافله دي من ضخ بيها امكانيات تشغيل المستشفيات بمنطق بسيط جدا يعني. يعني بس خلينا نبعد عن قصه القافله الطبيه. حضرتك كنت بتقولي ليه في مشكله ان يبقى في ناس من تيار سياسي معين في النقابه. في رايي الخاص انا ما اقدرش احرم عضو النقابه ان يبقى له رايه السياسي الخاص، لكن انا هزعل منه ليه؟ امتى يعني؟ هزعل منه لما يستخدم النقابه في التعبير عن رايه السياسي او في خدمه رايه السياسي. ماشي؟ يعني تعالي حضرتك مثلا للمجموعه بتاعه تيار الاستقلال اللي هي مرشحه في الانتخابات اللي هتجري يوم الجمعه القادم 13 ديسمبر. انتوا داخلين قدام بقى اللي هم الاخوان. القائمه بتاعه الاخوان اسمها اطباء من اجل مصر، احنا القائمه بتاعتنا اللي هي تيار الاستقلال. ماشي؟ انا مش مرشحه، انا بالفعل عضو مجلس نقابه وما طلعتش في القرعه دي يعني قضاء وقدر. ماشي؟ وفي زملاء اعزاء لا انا قصدي ان هم طيارين بس اللي قدام بعض في الانتخابات. لا في بعض عدد قليل من المستقلين. تمام. ماشي؟ المستقلين احنا كلنا مستقلين في لا يعني قصدي مش يعني غير المنتمين للقوائم، يعني من غير القائمه. ماشي؟ الزملاء في تيار الاستقلال فيهم ناس ليها اهتمامات بالسياسه. انا حد يعني اعتقد نشاطي الاساسي نقابي وليه اهتمام بالسياسه، كنت من المشاركين في 25 يناير، كنت مشاركين في المستشفيات الميدانيه، يعني ليا راي سياسي. ماشي؟ هل يعيبني وانا نقابيا يبقى لي راي سياسي؟ لا. انا مش منتميه للحزب، لكن هل يعيبني لو فكرت انتمي للحزب؟ لا، انا الحقيقه فعلا مش منتميه للحزب. ولكن ده حق دستوري ليا، يعني هل باعتباري هبقى نقابيه ازاي بيستخدموا النقابه؟ انا عايزه المشكله ان بتسخر النقابه لخدمه تيار سياسي. مثلا خدنا ويعني حتى قبل السنه اللي يبقوا فيها في الحكم او السنتين اللي يبقوا فيهم في الحكم، احنا كنا بناخد في الجمعيات العموميه قرار يقعد هذا القرار معلق، مش بتطبع قرارات لحد ما يتخذ اوكي سياسي من مكتب الارشاد او من المشرف على شغل النقابه او من بغض النظر من مين بالظبط. يعني قرار الاطباء مش من داخلهم. حصل كذا مره ان احنا اعتصمنا في النقابه بعد الجمعيه العموميه في انتظار ان القرارات تطبع، ونبيت يوم ونقعد نتخانق علشان القرارات تطبع. انا برضو عندي سؤال يعني ايه؟ يعني انا عايزه بس اوضح عايزه امثله واضحه للناس. يعني احنا طبعا ده ملوش علاقه بالانتخابات القادمه ولا مع حد ضد حد، احنا بنتكلم عن فكره ان وجود تيار بعينه يعني بيخدم اتجاهاته السياسيه من خلال نقابات ايا كان مسماها عمال